تحقيق مع الجيران اللي قالوا إن شريف دايما بيضرب نهى وبيسمعوا صريخها كل يوم، وإن شريف شخص عنيف وأخلاقه سيئة. وتم التحقيق مع أسرة نهى اللي أختها قالت إن نهى كلمتها في نفس اليوم وقالت لها إن أخذت قرار الطلاق وهتواجه شريف بقرارها. وفي المشرحة دخل الدكتور خالد كبير الأطباء الشرعيين، واللي معروف بجملة دايما بيقولها: كل الجثث بتتكلم وبتقول سر، بس لازم اللي يسمع يكون بيفهم. بدأوا في فحص الرئة عشان يعرفوا إذا كانت الست اتحرقت وهي عايشة ولا بعد ما ماتت. الرئة كانت نظيفة، مفيش فيها أثر لأول أكسيد الكربون. الست ماتت قبل ما النار تمسك فيها، ودي أول حقيقة. واكتشفوا كدمة على الجبهة وتهتك في قاع الجمجمة، يعني اتضربت بحاجة تقيلة غالبا مطرقة أو قطعة حديد. والتقرير النهائي قال الوفاة نتيجة إصابة شديدة بالرأس، وبعد الوفاة حدث حرق كامل للجثة